شنو رايك بهي في رأيي في ماذا؟ في كاع المهرجان هذا؟ يدوم تاع الفرحه ولا تاع الحزن؟ لا، أنا إذا كان قعدت في يوم هذا اليوم الأخير كان عندي أمل أني نشوف الجزائر اللي شاركت في هذا المهرجان تأخذ جائزة في فيلم ولا في فيلمين، لكن من بداية وجودي في هذا المهرجان وأنا نحس بأن الوفد الجزائري لا قيمة له. ما كان يسقط عليك، ما كان اللي يمشي معك، ما كان صحافة، ما كان حتى شيء. وفي النهاية كامل تصور واش وقع لنا اليوم. راك كنت حاضر عماد، كنت حاضر انه ليزانفيتاسيون معنا، وكي دخلنا قعدونا في الصف الاخير مظلم، مكان مظلم فيه الا الناس اللي ماشي معروضين جايين بلا عرضه، وفي دي شاز لون بلاستيك. هذه هي الجزائر، هذه هي الثقافة. علاش تعرضونا؟ علاش تعرضونا باش تقولوا احنا عرضنا الجزائر؟ إذا كان تعرضوا الجزائر وما تعطيهاش قيمة لبناتها وبناتها وأبنائها، راك خسرت كل شيء يا أخي، بصراحة خسرت كل شيء. خسرت الجزائر والحكومة الجزائرية، وخسرت الشعب الجزائري، لأني أنا اسمي باهية رشدي في بلدي يحترموني ويحبوني قد ما نحترمهم ونحبهم. للأسف اليوم حسيت نفسي مهانة لدرجة لا تتصور، ما تقدرش تصورها. فهذا الشيء هذا دموع، ماشي دموع. أنا عندي كبرياء، وشفتني كيفاش خرجت قبل ما تبدا الحفل. قبل ما يبدا الحفل كي قعدنا السيد قال لنا انتم الجزائريين تقعدوا هنا، يعني قالها بواحد الطريقه. قلنا له احنا وفد جزائري، هل تعرف واش معنى الجزائر؟ هل تعلم؟ الجزائر وما ادراك ما الجزائر. نقعد هنا. السلام عليكم ويعطيك الصحه انت اللي خرجت معايا عماد، وقفت معايا، يعطيك الصحه. ربي ان شاء الله يبقي بخاطرك، وان شاء الله تصبح نجم في بلدك، وان شاء الله تتغير الاحوال عليكم، لانه الشيء اللي جاز علينا احنا من زمان كنا صابرين لانه في بلدنا، ووصلنا في بلدنا، وصلنا ان شاء الله اللي اصبحنا قامات باسقه فنيه في بلدنا، فبالتالي ما نحبوش ننهن في بلد اخر. مع الاسف واحد معروض كما انا معروضه بدلوا كل شيء، بدلوا كل شيء، واحنا حتى النظره ما ينظروش فينا. يا للغرابه، يا للغرابه. وتقول جارتي الجزائر. أنا أسفة كثير 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 على الشيء اللي وقع اليوم، والحمد لله أني ما قعدتش قبل ما يبدأ الحفل خرجت، وهذا هو الشيء اللي خلاني نتنفس شوية نوعا ما. شكرا لك يا عمادي ابني، وخذ بارك من نفسك، لأنه كاين ناس اللي أحبابهم في حجورهم. شكرا لك. صحة، يعطيك صحة.